بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نوينا نفع عبادك فأين يا أرحم الراحمين. أهلا وسهلا بيكم معانا في أول فيديو من رسائل ربانية. خلونا قبل ما نبدأ نتفق على قاعدتين هنمشي عليهم. أول حاجة إن إحنا مش هنطول عليكم خالص. تاني حاجة إن إحنا دايما هنتكلم كلام سهل وبسيط، هنحاول ننقل أقوال العلماء بصورة بسيطة وسهلة عشان توصل للقلوب. النهاردة هنتكلم عن مدخل العبادات وهو ألف به الالتزام، ومدخلنا لطريق ربنا وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى. قالوا إن الإخلاص هو إنك تخلي الله سبحانه وتعالى بس اللي في قلبك، تخرج أي حاجة تاني في الدنيا دي غير ربنا من قلبك، وإنك يكون ربنا هو هدفك في الدنيا، وأي شيء يجي بعد كده سواء فلوس سواء شهرة سواء أي حاجة دنيوية تاني هي بتيجي نتيجة لارتباطك وإخلاصك لرب العالمين سبحانه وتعالى. وكمان إن الإخلاص هو مرتبط بالعقيدة ارتباط قوي جدا، لأن اللي مدرك وفاهم وعارف إن هو في يوم من الأيام هيقابل ربنا مهما لف ومهما عمل، لا، أنت هتقابل ربنا وأن إلى ربك المنتهى وقفوهم إنهم مسؤولون. هتقف قدام ربنا وهتتسأل عن كل شيء عملته في الدنيا. فالإخلاص ثم الإخلاص ثم الإخلاص هو اللي هينجيك في الدنيا، ومن غيره أعرف إن نهايتك في الدنيا ونهايتي في الآخرة هتكون سيئة جدا. ربنا يعافينا يا رب كلنا. وكمان قالوا إن لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا. خالصا دي يعني أنت كل الأعمال اللي بتعملها مفيش فيها شريك غير ربنا سبحانه وتعالى. صوابا زي ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم فقهيا صفة العبادات. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. تصلي الظهر 4 ركعات والمغرب 3. ما ينفعش أقول أنا بحب ربنا فهصلي المغرب 5 ركعات، أو أنا بحب ربنا هصوم وهوصل لتاني يوم في الصيام. لا، زي ما علمنا النبي، ولازم يكون العمل خالص لوجه الله سبحانه وتعالى. وكل الأعمال لازم تكون زي ما قلنا خالصة لله سبحانه وتعالى. وزي ما قال ربنا في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. لو هتعمل أي عمل في الدنيا غرضك فيه مش ربنا بس، ربنا هيسيبك اللي انت أشركته معاه دوت، وهيكون هو سندك في الدنيا، وربنا مش هيكون أمانك ولا سندك في الدنيا ولا الآخرة. وساعتها مش هتحس بالأمان، وهتحس إن أنت عايش مهدد، لأن الله سبحانه وتعالى هو اللي قدر إن الناس دي تقف جنبك وتساعدك وتحميك، وهو وحده اللي قادر إنه يخلي الناس دي كلها تبعد عنك وتتخلى عنك في أي لحظة. فإحنا كلنا فقراء ومحتاجين لربنا، لأن سواء إيماننا أو كفرنا مش هيزيد أو هينقص في ملك ربنا أي حاجة. إحنا بس اللي محتاجين ربنا، إحنا بس اللي ضعاف من غير ربنا. ومن غير ما ربنا يمن علينا بالهداية عمرنا أبدا ما هنقدر نوصل لهدفنا اللي هو الجنة. وبكده نكون خلصنا أول رسالة من رسائل ربنا، وربنا ياخد بإيدينا ويستخدمنا في الخير. وإن شاء الله في الفيديو اللي جاي من رسائل ربانية هنتكلم مع بعض على أول مشكلة بتقابلنا في الإخلاص، وهي فكرة الشرك الخفي والرياء. وأشوفكم في الفيديو الجاي إن شاء الله. وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.